اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده معانا فيديو جديد وغدا كده سهل وبسيط وسريع، وهنعمل كمان حلو. يعني الغدا والحلو اللي هنعمله النهارده مش هياخد معاكي ساعة بالظبط، هتكوني اقل من ساعة كمان هتكوني مخلصة الغدا والحلو. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولايك حلو منكم للفيديو النهارده. اول ما تفتحي الفيديو كده ان شاء الله، لو عجبك الفيديو حط لايك، مش عجبك الفيديو حط برضو لايك. اللهم صل على سيدنا محمد. تشتركوا في القناة وتفعلوا كلمة الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديوهات بتاعتنا، واللايك ما تنسوش تحطيه، بنفكركم بيه دايما. انا جبت هنا بصلتين كبار، قطعتهم جوانح رفيعة، وبعد كده نزلت عليهم بكمون وكزبرة وفلفل اسمر والملح ورشة صغيرة من الحبهان. حبهان مطحون، ممكن تحطي حبهان فصوص. لو مش عندك المطحون حطي كام فص كده من الحبهان، وهتدعكيهم برضو كده مع البصلة، هيتفتحوا ويطلعوا الطعم والريحة مع البصل. بعد ما مسكنا البصلة دعكناها دعكة حلوة كده، تحسي بالطراوة طريت تحت ايدك كده، ونزلت ميتها. هنجيب كام فص من الثوم، هنفرمهم على البصلة ني، مش هنشوح ولا حاجة. الطاجن بتاعنا النهاردة كده ني في ني. وكمان هنجيب فلفلاية زي دي كده سبايسي مشطشطة كده، ما بتحبيش الحراق حطي فلفل بارد، بس احنا بنحبها يعني فيها سنة حرارة شوية، فحطيت فلفل حراق. هنقلب ده كله في بعضه. وبعد كده معايا بطاطس قشرتها وغسلتها كويس، وهنقطعها دواير، مش رفيعة ومش سميكة، يعني متوسطة كده، مش رقيقة عشان ما تتهريش، وكمان ما تكونش كبيرة وتخينة كده، مش شكلها مش حلو. هنقلبها مع الفلفل والبصل والثوم والتوابل اللي حطيناها. وبعد كده هنحط معلقة كبيرة كده من السمنة محترمة وشوية صغيرين من الزيت. بعد ما ضفنا السمنة والزيت هننزل بعصير الطماطم، وشيلنا شوية صغيرين كده من الطماطم، هنشوف هنستخدمهم في ايه. وهنظبط الطاجن بتاعنا وهندخله الفرن، هنغطيه بالغطا بتاعه. ما عندكيش طاجن بغطا بورقة فويل، ما عندكيش طاجن خالص في الصينية، مش هتقول لا. حطيناه في الفرن زي ما انتم شايفين كده، ما حطيناش فيه فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة، يكون طعمه جميل جدا جدا وكمان ريحته تحفة. على ما البطاطس بتاعتنا تغلي تعالوا نعمل بقى شوية رز معمر كده زي مجال الكتاب. رز تحفة. جبت الرز غسلته، مش انا ما بنجعش الرز، غسلته وصفيته كويس. وبعد كده ضفت 3 معالق كبار من اللبن الرايب ومعلقتين كبار من القشطة والملح، وهنقلب ده كله في بعضه كده. هنشرب الرز كله من اللبن الرايب والقشطة اللي حطيناها، وهنقلب معاهم الملح. وبعد كده عندي لبن مغلي جمسي بقشطته بحاله كده بخيره، هنزله على الرز المعمر، وهاخد الخير بتاعه كده من على الوش، القشطة بتاعته وهنزلها. بصوا شوية رز كده يعني فاخر من الاخر. نزلت اللبن وهضيف شوية مية علشان انا محتاجة شوية مية للحلو بتاعنا النهاردة، شوية لبن فشيلت منه شوية صغيرين، وهنزود مكانهم شوية صغيرين كده من المية. وهنظبط الرز بتاعنا وهنظبط الملح. بصوا كده ما شاء الله، يعني هتشوفوه معايا، يعني كملوا الفيديو كده للاخر وشوفوا طاجن الرز ده وهو طالع من الفرن كده، يعني حاجة كده ما شاء الله عليه. هنضيف شوية المية دول كمان وهدخله الفرن مع البطاطس. هتكون البطاطس غليت، انا معليه عليها من تحت علشان تغلي على طول. ودخلتهم، وكان معايا هنا فرخية كده لسه منضفوها يعني ونقعتها، بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. وحطيت عليها شوية عصير الطماطم اللي سبناهم في الخلاط، وبصلايه وطماطمايه ورق لورا وحبهان. وكنت عملت لها بصلايه كده مرطتها دعكتها بفلفل اسمر وملح، وحشيتها بين الورك والجلد كده، بين اللحم والجلد في الوراك، وتبلتها بيها يعني. وبعد كده نزلتها في الماء المغليه وحطينا التوابل بتاعتها. على ما الاكل بتاعنا يستوي نعمل حاجه حلوه مع بعض كده. المقادير بتاعتنا معايا كوبايه من الحليب، يعني نصها رايب ونصها لبن حليب، وكمان كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه ونص من السكر، واربع بيضات، ومعايا كاكاو خام، ومعايا البيكنج باودر، ومعايا الملح والخل. هنستخدم نص المقادير كده في الاول،
وبعد كده هنستخدم باقي المقادير. هنسمي الله كده ونحط لايك حلو ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واللي معايا لحد كده في الفيديو يحط لايك حلو كده ويكتب تعليق من تعليقاتكم الحلوة اللي بتكتبوها. ونبدأ في الحلو بتاعنا. نزلنا في الخلاط بكوباية من اللبن وكوباية الا ربع من الزيت وكوباية ونص من السكر. هناخد هنا كده حوالي 5 معالق كبار من الكاكاو الخام، يعني ما يعادل تقريبا كوباية الا ربع كده، يعني ما يعادل كوباية الا ربع كده من الكاكاو الخام. هنضرب المكونات دي كلها في الخلاط بس لوحدها كده، ما ضفناش البيض ولا ضفنا اي حاجة تاني من باقي المكونات. كل اللي ضفناه في الخلاط كوباية لبن، نصها رايب ونصها حليب. عندك حليب بس ماشي، عندك رايب بس ماشي، عندك زي ما عندي كده كملت الكوباية نصها رايب على حليب ماشي. وكوباية الا ربع من الزيت، وكمان كوباية الا ربع من الكاكاو، وكوباية ونص من السكر. هننزل بالمكونات دي كده بعد ما ضربناها. بصوا القوام بتاعها كده تحفة. هناخد منها حوالي كوباية وهنشيلها على جنب. هناخد حوالي كوباية كده من صوص الشوكولاتة ده وهنشيلها على جنب. بعد كده هنضيف المكونات بتاعتنا. هنضيف 4 بيضات على المقدار، علشان الكوباية بتاعتي كبيرة، يعني الكوباية اللي انا معايرة بيها ديت بتاخد بالظبط كده كوبايتين من اللي هي الشوب بتاعت العصير. يعني لو انت هتعملي صينية صغيرة اعملي العيار بكوباية من الصغيرة بتاعت اللي هي اللي بنشرب بيها العصير، الشوب بتاعت العصير دي. علشان كده انا مزودة البيض. يعني لما بعمل بالكوباية اللي هي العادية اللي هي اول كوباية المعيارية اللي هي 250 ملي، بعمل بيضتين 2 بس، عشان الكوباية بتاعتي كبيرة، عشان انا هعمل يعني صينية وكمان جوالب معاها، فزودت العيار شوية. فضفت هنا ال4 بيضات على صوص الشوكولاتة اللي ضربناه مع بعض، وكمان كيس فانيليا ومعلقة كبيرة كده من الخل. وهنضرب ده كله تاني مع بعضه، وبعد كده هننزله في بولة وهنضيف عليه المواد الجافة. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده هننزل كل اللي في الخلاط، وهندخل عليه الدقيق. مش بعاير الدقيق، يعني انا بظبط القوام كده، مش بعاير الدقيق. لو هتعاير الدقيق كوباية نقول يعني بالكوباية اللي هي العادية اللي هي الشوب بتاع العصير، هتحطي كوباية ونص سكر، كوباية الا ربع زيت، وكوباية لبن، وبيضتين، وكيس بيكنج باودر، وهتضيفي كاكاو خام هتعمليها بالشوكولاتة. اللهم صل على سيدنا محمد. هتحطي كوباية الا ربع، كوبايتين دقيق ونص كوباية كاكاو. مش هتعمليها بالكاكاو، هتحطي كوبايتين ونص من الدقيق. حطيت انا هنا مع الدقيق معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ويعني ما يعادل كيس، لو مش عندك البرطمان ده ما يعادل كيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف، وكمان عليه رشة من الملح. وهنرجع نضيف كمان شوية من الدقيق نظبط القوام بتاعنا. ولو حسيتي ان هو القوام تقيل معاكي هتزوديه بمعلقتين كده من المية او من اللبن لو عندك. هنقلب الكيكه زي ما انتم شايفينها كده. لسه هتعوز كمان شويه دقيق، هنزودها شويه دقيق، وكمان هضيف معلقه كمان من الكاكاو الخام علشان تغمق لي اللون شويه. فهاخد معلقه على معلقه كده من الدقيق. هنقلب المكونات اللي حطيناها التاني ديت، هندوب الدقيق كويس ما يكونش فيه كتل. وزي ما قلت لكم يعني انا حسيتها تجلد شويه، فروحت ضايفه حوالي معلقتين كده من الميه، عشان كان اللبن اللي عندي خلص، ما عنديش لبن. عندك لبن زودي لبن. جبنا الصينيه بتاعتنا ديت دهنتها دهنه من السمنه ورشه من الدقيق، ونزلت فيها الكيك زي ما انتم شايفين كده. هخبطها خبطتين بس بالراحه كده على الرخامه. لو هي صينيه جزاز زي بتاعتي كده بايركس، حطي تحتها فوطه او اي حاجه وانت بتخبطيها. بس انا صراحه يعني ايه هزتها بس خبط خفيفه كده. بعد كده عندي جوالب فرم، يعني زي جوالب الكب كيك كده. الجوالب دي عندي بقالها اكتر من سنه، او بقالها سنه عندي. كنت جايباها معايا من السعوديه من سنه، اول مره اطلعها واستخدمها، بس ما شاء الله عليها جميلة جدا ونظيفة. بصوا من جوه بتلمع كده وشكلها تحفة، وكمان يعني بتاخد
زي جوالب الكب كيك الكبيرة كده. العيار اللي اتبقى معايا عمل معايا 3 جوالب من الجوالب دي زي ما انتوا شايفين كده، عمل 3 جوالب. جبت صينية ألمونيا ورصتهم عليها علشان ندخلهم الفرن مع الصينية البايركس. حطيتهم على صينية ألمونيا، دخلناهم وولعنا من تحت بس على درجة حرارة 180، وشغلت المروحة، ما شغلتش النور من فوق، مشغله المروحه بس ومولعه من تحت، وظبطت الحراره على 180 وسبتهم لحد ما يستووا. ونروحنا نشوف الرز بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده، ما شاء الله عليه، هو اتشرب اللبن كله، بس سيبناه بقى يتردد شويه، وجبنا شويه شوربه من شوربه الفرخه الحلوه دي كده، زودناها للبطاطس. هي لسه نيه شويه فزودنا لها الشوربه، وهندخلها الفرن تاني تكمل سوا، هنغطي عليها تاني وهندخلها وهنسيبها تكمل سوا. هندوق الملح، لقينا الملح بتاعنا يعني مظبوط، فدخلتها الفرن وسبت الرز زي ما انتم شايفين كده. عندنا بقى الكركبه بعد ما عملنا، بصوا المطبخ مكركب، كان تنظيف وعملنا اكل وعملنا حلو، فروجنا المطبخ وخليناه زي الفل. وبعد على ما روقت المطبخ كان الرز استوى. بصوا الرز بيغلي من الجناب كده ما شاء الله، يعني دسامه من معلقتين القشطه اللي حطيناهم، وكمان اللبن كان بخيره ما شاء الله عليهم، شويه رز زي السكر. طلعته على الفرن بره وغطيت وشه علشان وشه ما ينشفش يفضل طري. اللبن الرايب عامل له طبقه كده على الوش طريه، يعني بصوا ما شاء الله عليها تحفه. ممكن تحط شويه خض، لو عندك شويه خض تحطي عليه شويه من الخض. صينيه البطاطس استوت، هدخلها الفرن من غير غطا، وهقفل عليها باب الفرن علشان الحراره بتاعه الفرن تنشف الوش كده شويه وتديله لون شويه. اللهم صل على سيدنا محمد. كده خلاص كانت الكيكه بتاعتنا استوت، اخدت حوالي ساعه الا ربع او نص ساعه في الفرن، يعني عشان الصينيه مش كبيره. وزي ما انتم شايفينها كده، اول ما طلعناها من الفرن هنصب عليها صوص الشوكولاته اللي شلناه مع بعض من اول ما ضربنا المكونات بتاعه الكيك كده. بصوا هننزلها عليها، حابه تحطي تسكسجيها كده بشويه لبن بسكر او ميه بسكر او شربات خفيف، وتضيفي طبقه كريمه عليها قبل الشوكولاته. انا كنت عايزه اعمل كده بس ما كانش عندي كريمه، فاستكفيت بطبقه الشوكولاته. سهير طبعا جالت تسيبيلي شويه شوكولاته عايزه تحط على الجوالب، بس ما كانش فيه كتير، يعني يا دوبك حطينا على 2 كده حاجه بسيطه، وهي عايزه تزينهم زي ما انتم شايفين كده. الجوالب دي ما شاء الله عليها، بصوا يعني عامله زي جوالب الكب كيك كده، والكيكه طريه وهشه وجميله جدا. شوفوا بصوا ما شاء الله عليها. فسهير عايزه تحط التاتش بتاعها كده وتزينها. كان عندنا اللي هي الشوكولاته الالوان دي، بصوا الكيكه ما شاء الله عليها تحفه، هي لسه سخنه طالعه من الفرن، شايفينها من جوه ما شاء الله عليها هشه وطريه وزي الفل. عايزه اقول لكم هي ما بيتتش اصلا، يعني خلصت في نفس اليوم. عندنا شويه شوكولاتات من اللي هي عامله زي البسكوت كده، صراحه ما بحبهاش، يعني مسكره شويه، فسهير عايزه تحط تزين الكيكه، فجابت شويه رشناهم كده، بس شكلها حلو يعني بتدي شكل حلو وهم بيحبوا ياكلوها. وكمان حطت على الجوالب شويه، الجالب اللي مش عليه شوكولاته ما مسكتش عليه يعني. بعد ما خلصنا ده الاكل بتاعنا، وطاجن الرز وطاجن البطاطس، بصوا ريحته تحفه. وكمان حمرنا الفرخه زي ما انتم شايفين كده. ودي بصوا البطاطس، بصوا يعني ما شاء الله عليها طعمه وجميله جدا. وكمان في الطواجن الفخار بيقبلها طعم تاني، بتديها طعم حلو كده وريحه حلو. البطاطس مستويه دايبه زي ما انتم شايفينها كده، وكمان فيها صوص خفيف، مش خفيفه خالص ميه، وكمان يعني فيها صوص بسيط كده تحطي منه على الرز. وطاجن الرز بتاعنا بصي تحفه. بصي الوش اللي بيعملوا معلقتين اللبن الرايب بيعملوا وش طبقه طريه كده على الوش، او من الخض برضو بتعمل الطبقه دي. بصوا الطبقه دي الولاد بنقعد نشاكل كده عن الاكل عشان مش يجشطوها من على الوش، فطول ما هما قاعدين بجشطوا الوش بتاع الطاجن كده. والكيكه بتاعتنا هنقطعها مع بعض وهنشوف علو الكيكه ما شاء الله عليها عاليه جميله جدا وطريه هشه زي الاسفنج بالظبط. احنا سيبناها لما بردت والشوكولاته يعني
مسكت عليها شوية علشان انا حطيت الشوكولاتة وهي سخنة. فهنطلع مع بعض حتة كده ونشوفها. واحنا بنطلع الكيكة كده تحطوا لايك للي معانا لسه في الفيديو لحد دلوقتي، يحط لايك حلو، يكتب تعليق حلو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. بصوا الكيكة ما شاء الله عليها، بصوا عالية، انا بوريكم عالية يعني، بصوا طول ايه ما شاء الله عليها، وهشة وطرية. يعني كنت عايزة امسكها الشوكولاتة بس هضغط عليها بايدي برضو. بصوا ما شاء الله عليها زي السفنجة بالظبط، وخفيفة وسكرها مظبوط وطعمة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. جربوا طاجن الرز وصينية البطاطس كده بالطريقة ديت من غير اي لحمة ولا فراخ، ضفناها فيه ما شاء الله عليه، مش محتاج لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة خالص. ودي الجوالب اللي عملناها مع بعض، هو الجانب اللي اخدنا منه تقريبا يعني حد من الولاد اكله. فده كان فيديو النهاردة، وده كان غدانا والحلو بتاعنا. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.